ما تقلقش، محدش هيضرب نووي علشان السبب اللي هقولك عليه ده. علشان كده بقول لكم اطمنوا، محدش هيضرب نووي ولا حد يقدر يضرب نووي، عشان النووي دوت بيقضي على ناس كتير وبيسبب سرطانات، وبيقضي على ناس. يعني فاكرين التجربة بتاعت اليابان؟ أمريكا لما ضربت اليابان زمان، يعني فاكرين التجربة دي مش هتتكرر تاني، مستحيل تتكرر تاني إلا بعد بقى معرفش مليون سنة بعد كده. بس الحرب دي، النووي دوت اخر سلاح. يعني بص، امريكا مش هتبقى على حاجه بعد كده، بس هي الوقت لسه ايه، الكوره في الملعب، ده يضرب ده يضرب ده يضرب. امريكا في الاول كانت بتحسب بقى اللي هي هتضرب ايران وتتباهى بقى بالضربه اللي هي عملتها على ايران، بس ايران فاجئت امريكا وبدات تضرب، والضرب متبادل، وفي جبهات كتير هتخش زي حزب الله والحوثيين دخلوا، وفي ناس كتير هتخش، وفي ناس بتمول من تحت لتحت زي الصين وروسيا، وفي ناس ايه تانية مستنية تخش في الحرب زي كوريا الشمالية. بس احب اطمنك، مفيش حد هيضرب نووي، عشان النووي ده اخطر سلاح في البشرية كلها. اطمنوا، هتعيشوا بامان. النووي ده من اخطر الاسلحة في العالم كله. اي دولة تقولك انا هضرب نووي دوت للردع عشان تخوف اللي قدامها، بس التجربة بتاعت هيروشيما دي مش هتتكرر تاني. عشان لو في أي دولة ضربت نووي، الدولة التانية هتضرب نووي، وهيبقى النووي دوت سلاح مباح. بقى أي دولة تقول لك بص الدول اللي معاها حق الفيتو ضربت نووي، أنا هضرب كمان نووي، ده يضرب نووي بقى، وكوريا الشمالية تضرب نووي، والصين تضرب، وروسيا، وإيه، والعالم كله يتدمر، والاقتصاد كله يتدمر. وترامب بيهدد إيران بس بمجرد النووي، ما إيران برضو عندها نووي. لو أمريكا ضربت النووي، إسرائيل أول واحدة هتتأثر تأثير مباشر، وأمريكا عمرها ما تعمل كده. أمريكا بتعمل الكلام دوت للردع عشان تخوف إيران فقط. والبترول دايما إيه، البترول بيتضرب دلوقتي والكلام ده، هتلاقي البترول زاد، هتلاقي كل حاجة زادت، الدولار زاد، كل ده زاد. يعني الحرب دي لازم تنتهي، حتى لو الحرب دي مش على أرضنا. ودايما بقول مصر بلد الأمن والأمان، مصر بلد الأمن والأمان. والحمد لله اللي إحنا عندنا قيادة سياسية واعية، ان هي ايه، تشوف وترضع وتخوف اي حد يجي بس يفكر في مصر، او اي حد يحط مصر في دماغه هيتعب، عشان مصر دي واقفة بسلاحها، واقفة ضد اي حد. مصر دي بلد الامن والامان، عشان كده كريستيانو رونالدو عدى من الاجواء الجوية بتاعت مصر، عشان هو راح ساعتها، راح مدريد اسبانيا بالطياره الخاصه بتاعته، عدى من مصر. لو مصر دي مش موجوده جنب السعوديه، كان كريستيانو رونالدو مش عارف يتحرك، ويبقى يجي جوه السعوديه ويبقى في خطر عليه. بس كانوا كريستيانو رونالدو قال لازم أنا امشي عشان الحرب اللي حصل دي. وامريكا قالت للمواطنين بتاعتها ايه، عايزين تروحوا روحوا مصر، روحوا اي دوله تانية ما عدا دول الخليج. وهنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبكم اعملوا متابعه ولايك، وانتظروا كل جديد.